يا ترى ايه اوجه التشابه بين مارسيل كولر وجوارديولا ومانويل جوزيه؟ طبعا انت لما قريت عنوان الفيديو خيالك المريض هيأ لك ان انا ممكن اقارن بين مارسيل كولر وجوارديولا. ده طبعا مش منطقي خالص، اصل مش اي حد يعني اخد دوري الابطال هنقارنه بكولر. اهلا بيك يا صديقي، انا احمد السباعي وده نص الملعب. النهارده هنتكلم عن مارسيل كولر ونبدا سلسله حلقات ان شاء الله تكون خفيفه عليكم اسمها ماذا فعل مارسيل كولر. قبل ما نبدا الحلقه، لو بتتابعنا من على الفيسبوك اعمل فولو للصفحه، ولو بتتابعنا من على اليوتيوب اعمل اشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد، واخبط لايك للفيديو لو عجبك. يلا بينا. في البداية وقبل أي حاجة عايزين نمسك الأول مانويل جوزيه ونشوف كان عنده مميزات إيه مهمة جدا، ونشوف طبعا جوارديولا إيه المميزات اللي مخلية كل العالم بيحبه، ونحاول نطبق ده ونقارنه بمارسيل كولر. خلينا نبدأ ببيب جوارديولا، محبوب الملايين واللي كل الناس تقريبا بتحب أفكاره، ومش بس عشان هو بيفكر، لأ عشان بيفكر في صندوق تاني خالص غير اللي احنا بنفكر فيه، ودايما كرييتيف. فجأة في 2008 لما بيب جوارديولا مسك برشلونة وبدأ يطبق التيكي تاكا والراس الحربة الوهمي، دول كانوا فكرتين ما كانش العالم بيلجأ لهم. كان دايما اغلب فرق العالم بتلعب 4-4-2 فلات، يعني الوينج رايت اللي بيلعب برجله اليمين والوينج ليفت بيلعب برجله الشمال عشان يروحوا لغايه الخط ويرفعوا جوه. كله بيلعب باتنين راس حربه وبيلعب على العرضيات او على اللعب المباشر. لكن جوارديولا ساعتها اعتمد على الاستحواذ وخلانا حرفيا لو انت معدي من قدام اي قهوه وشفت برشلونه بيلعب ممكن تتسمر في مكانك وتستغرب ايه اللي بيحصل. يعني ايه فريق معاه 74% استحواذ وفرق العالم كلها بتحاول تخطف منه الكوره ومش عارفه. الفريق كله تقريبا بيلعب كوره. بيكيه وبويول الاثنين قلبين دفاع، ولكن بيقسموا الكوره حرفيا زيهم زي افضل بلاي ميكر. والوقت ده ما كانش اصلا متعارف ان قلب الدفاع يبقى عنده القوه دي في نقل الكره على الارض. وفي نفس الوقت برضو ما كانش الموضوع مجرد تيكي تاكا، ده كان اصل الموضوع انه بيحاول يخلق مساحات في ظهر الخصم. فمثلا هتلاقيه طبق فكره المهاجم الوهمي لاول مره، وما كانش لسه حد متدارك ان يعني ايه هيبقى عندي وراس حربه ومش عايزه هو اللي يجيب جون وهقول له اسقط لتحت عشان تسحب معاك مدافع، فيجي حد من الوينجات وراك او حد من نص الملعب، يعني مثلا جافي او انيستا او ميسي، يروح في ظهرك ويسجل. دي كانت فكره غريبه بالنسبه لنا وكانت حاجه غير مباشره تماما، وكان كل العالم ساعتها تقريبا بيلعب على اللعب المباشر زي ما قلت لك لقدام. الكره دايما تتدرج لقدام باسرع وقت ممكن، حتى في الدوري الانجليزي لو الكره مش هتقدر تنقلها لاحد الوينجات او لصانع لعب كان دايما بيتلعب الكره الطويله. يبقى اهم صفه خلت جوارديولا هو المتميز هي الكرياتيفيتي في انه يروح لحل محدش بيفكر فيه كتير. والحاجه الثانيه هي تفكيره العميق دايما لخلق مساحات من حته انت ما تتخيلهاش وبفكره جديده. تعالى بقى نروح لمانويل جوزيه واقول لك بالظبط النقط اللي انا محتاجك تفتكرها معايا من حياه مانويل جوزيه مع الاهلي. وانا مش هرغي كتير، انا بس هفكرك بكام لاعب كده وهفكرك بكام موقف لمانويل جوزيه واحاول استنتج معاك منهم صفه في مانويل جوزيه ونشوفها مع بعض. الصفه الاولى هي ان مانويل جوزيه كان ليه نظره مختلفه خالص عن اي حد في تغيير مركز اللعيبه. يعني مثلا لو جينا نشوف حسن مصطفى كان بيلعب ايه قبل ما يجي الاهلي، فحسن مصطفى كان بيلعب في الاتحاد مركز 8 او صانع لعب مع يوسف حمدي، وكان متالق جدا وشايل الاتحاد، وقدر ان هو يكون احد اهم الاسباب ان الاتحاد السكندري يشارك في بطولات افريقيا. لكن مانويل جوزيه كان ليه راي مختلف خالص في مركز حسن مصطفى، واللي قرر ان هو يعتمد عليه في مركز الهاف ديفندر الصريح رقم 6 عشان تبقى مهامه الدفاعيه اكبر بكتير جدا من مهامه الهجوميه في خطه الاهلي. محمد شوقي كان بيلعب في المصري البورسعيدي برضه في نفس مركز حسن مصطفى، وكان بيلعب صانع لعب، وجابه مانويل جوزيه وخلاه يلعب في مركز 8. محمد بركات كان بيلعب بلاي ميكر في الاسماعيلي، ونفس المركز بالظبط احمد صديق كان بيلعب في بترول اسيوط في نفس المركز اللي هو صانع اللعب. ولكن مانويل جوزيه كان ليه وجهه نظر مختلفه خالص، فاحمد صديق يبقى باك رايت دايما وده مركزه الاساسي، ومحمد بركات كان بيلعب في 40% تقريبا من ماتشاته مع الاهلي في مركز الباك رايت، لدرجه انه راح منتخب مصر ولعب باك رايت كتير جدا. والسبب في تغيير المركز ده هو مانويل جوزيه. طبعا استفاد منه جدا في الباك رايت، بس برضه طبعا كان بيلعبه صانع لعب مع ابو تريكه ورا راس حربه واحد، فكان ليه دايما نظره مختلفه جدا في مركز اللعب.
طبعا في امثله كتير للعيبه كتير مانويل جوزيه غير مركزهم ووداهم لمركز استفاد منهم اكتر، لكن انا بذكر لك امثله بس عشان افكرك بالصفه دي تحديدا في مانويل جوزيه. الصفه الثانيه اللي عايزك تاخد بالك منها هي اصلا مشتركه بين مانويل جوزيه وجوارديولا، وهي الالتزام التام بالتعليمات داخل الملعب وخارج الملعب. يعني اللاعب اللي هيديني كويس جدا في التمرين هو اللي هيلعب، اللاعب مهما كانت مهارته ولكن مش ملتزم بالتعليمات اللي انا بقولها مش هيشمها. ومش محتاج طبعا افكرك بحسين ياسر المحمدي وامير سعيود، الاثنين اللي كان عندهم مهاره قويه جدا ومميزه جدا، لكن الاثنين ما خدوش اي فرصه مع مانويل جوزيه، وده لانهم دايما ما كانوش بينفذوا تعليماته بالشكل الواضح. ويلا بينا بقى انا وانت نروح لمارسيل كولر ونشوف ايه اللي انا عايز اقوله وايه العلاقه بالكلام اللي فات ده. كولر اول ما جه الاهلي كان بيلعب 4-2-3-1 وكان بيلعب بصانع لعب هو قفشه. مع الوقت بدأ يحس ان الحلول ما بقتش احسن حاجه، مفيش مهاجم صريح عشان نلعب له عرضيات وفي حاجات كتير قوي ناقصانا، فقرر ان هو يلجأ لحل كرييتيف ان هو يطلع قفشه خارج الملعب ويلعب 4-3-3. طبعا كلنا ساعتها اول ما لعب 4-3-3 تخيلنا ان هو هيلعب بطريقه دفاعيه وهيأمن نص ملعبه زي ما عمل موسيماني، وفشل تماما في ان هو يلعب بالطريقه دي بطريقه هجوميه، بدليل ان ساعتها عدد الاهداف المسجله للاهلي كانت قليله والاهلي بدأ يكسب الماتشات بصعوبه جدا مع الطريقه دي، ولكن كان بيحافظ على نظافه شباكه. لكن كولر استخدم نفس الطريقه هي 4-3-3 ولكن بحلول هجوميه كانت كلها كرييتيف، كلها اول مره نشوفها بالنسبه لنا. مفيش حاجه اسمها بالنسبه لنا هاف ديفندر يلعب راس حربه تاني، دي عمرها ما حصلت في مصر قبل كده، ومفيش مدرب ولا مصري ولا اجنبي كان عنده حلول شبيهه بالحلول دي. فلو بنتكلم على الكرياتيفيتي، كولر كان كرياتيف جدا في انه يلجأ لفكره استخدمها جوارديولا، هي فكره لخلق المساحه وفكره مركز اللاعب الوهمي. اللاعب الوهمي عامه اتكرر كتير جدا مع جوارديولا. اول مره كان في 2008 لما دخل لعالم كره القدم مصطلح المهاجم الوهمي، بعدها دلوقتي في 2023 و2022 لما قرر ان هو يلعب بالWM اللي هي 3-2-2-3، وقرر ان هو اثناء تحضير الهجمه يخلي الباك رايت او السنتر باك يدخل نص الملعب عشان يبدا يحضر اللعب. جوارديولا قرر ان هو ياخد الحل ده على انه كرييتيف جدا دلوقتي ومفاجاه للعالم كله، وطبعا الطريقه دي ما بقتش بتاعته بس، لا ده في ناس كتير جدا بتلعبها دلوقتي في العالم، سواء في الدوري الاسباني زي جافي، سواء في الدوري الانجليزي برضه زي مثلا ديزيربي، وحتى سان داونز الجنوب افريقي بيلعب بالطريقه دي اثناء تحضير اللعب. حتى حارس المرمى في خطه جوارديولا لازم يكون بيلعب كره برجله عشان يبقى عنده لعيب زياده جوه الملعب. بالتالي جوارديولا مش بيلجأ لاي مرجعيه في طريقه تحضيره للعب او في الكرياتيفيتي بتاعته. ونفس القصه مارسيل كولر بالظبط، ان مارسيل كولر بالنسبه للدوري المصري حلوله خارج الصندوق تماما. مفيش حد قبل كده في الدوري المصري قرر انه يخلي الهاف ديفندر بتاعه او صانع اللعب بتاعه يلعب راس حربه تاني اثناء تحضير الهجمه. دايما كان الناس دي هي اللي بتنزل تحضر الهجمه وكان بيبقى فيه كثافه عدديه قليله داخل الصندوق، لكن مارسيل كولر كان عنده الحل ده وحل كان مختلف خالص محدش فكر فيه قبل كده. الحاجه الثانيه برضو اللي بيعملها مارسيل كولر مختلفه جدا وبرضو ليها علاقه بالكرياتيفيتي وبرضو ليها علاقه بالكوتشنج، زي مثلا ماتش اوكلاند سيتي لما فجأة كلنا لقينا حسين الشحات بيسجل هدف الاهلي الاول من ناحية الوينج ليفت، وساعتها كان في الماتش ده حسين الشحات بيلعب وينج رايت وكان احمد عبد القادر هو اللي بيلعب في الوينج ليفت. فجأة لقينا حسين الشحات بيسجل من ناحية الوينج ليفت وناحية الوينج رايت فاضية ما فيهاش حد، وده ساعتها لان اوكلاند سيتي كان متكتل جدا وكان كولر بيحاول يهاجم ب6 و7 و8 لعيبة لكن مفيش حلول والتكتل كان قوي زيادة عن اللزوم. ففجأة حسين الشحات بقى موجود في المكان ده، خلق لعيب زيادة محدش عارف من فريق اوكلاند مين اللي المفروض يمسك اللاعب ده. اللاعب ده جاي من الوينج التاني وموجود في الوينج ده. طبعا ده كان حل كرييتيف واوت اوف ذا بوكس. نفس الفكرة بالظبط هي ونفس الطريقة بس في ماتش الرجاء البيضاوي في القاهرة اتعملت مرتين. في هدف الاهلي الاول في الرجاء البيضاوي محمد عبد المنعم كان بيسجل من قلب ال6 يارد، ولكن الكرة ما كانتش كرة ثابتة، دي كانت كرة متحركة. هي بعد كرة ثابتة ب3 4 دقايق، ولكن محمد عبد المنعم كان بيلعب راس حربة تاني ودي كانت مفاجأة للعيبة الرجاء وبرده ما قدروش يتصرفوا، وده كان حل كرييتيف جدا انك تطلع قلب الدفاع عشان يبقى موجود في ال6 يارد بتاعة المنافس ويلعب راس حربة تاني عشان تستغل نقطة ضعف عند الرجاء البيضاوي وهي ضربات الرأس. نفس الحل ونفس الطريقة في الشوط الثاني وشبيهة شوية بالطريقة بتاعة ماتش اوكلاند لحسين الشحات. برضه بيرسي تاو كان بيلعب
في الوينج رايت، دخل العمق لدرجه انه وصل عند الوينج ليفت قدام منطقه ال 18 بتاعه الرجاء البيضاوي. واصلا المنطقه دي كان فيها سوء رقابه، ودي نقطه من نقاط ضعف الرجاء البيضاوي، وكنت انا اتكلمت عنها وعملت حلقه في نقاط ضعف الرجاء البيضاوي واتكلمت عن النقطه دي تحديدا، وبرده اتكلمت عن الكره العرضيه، وطبعا كولر استغل النقطتين. في المره الثانيه زي ما قلت لك بيرسي تاو بقى موجود على حدود ال 18 ولكن من ناحيه الوينج ليفت، اقرب لناحيه الوينج ليفت، وموجود في المنطقه اللي هي زون 14، وعمل اسيست لحمدي فتحي اللي هو اصلا بيلعب 8 وكان موجود بيلعب راس حربة تاني عشان الاهلي يسجل الهدف الثاني في الرجاء البيضاوي عن طريق تريكتين في نفس الوقت. فده فيما يتعلق بالكرياتيفيتي، ودي الصفه اللي انا كنت عايز اقول لك ان كولر واخدها من جوارديولا، يعني في تشابه ما بينهم. اكيد انا مش بقارن بين جوارديولا كاسم وتاريخ وبين مارسيل كولر، اكيد يعني انا مش بقارن بين ده وده. على الحيز العالمي الكرياتيفيتي بتاعت جوارديولا عامله له تميز جدا لانه مختلف عن العالم كله. كولر بالنسبه للحيز بتاعنا احنا كدوري مصري او افريقيا، فحرفيا الكرياتيفيتي بتاعته خلته متميز جدا جدا. تعالى بقى نشوف الصفه اللي عايز اقولها لك تاني واخدها من مانويل جوزيه، وهي تغيير مراكز اللعيبه بحسب نظرته وحسب امكانياتهم. وطبعا اول لاعب هيخطر في بالك هو كريم فؤاد، ربنا يرجعه بالسلامه، اللعيب اللي كان بيلعب باك رايت وعمره في حياته ما سجل اي هدف مع اي فريق او اي منتخب لعب فيه، ولكن مارسيل كولر قرر انه يدفع بيه في مركز الوينج رايت، وكان بدا يبقى ماكينه اهداف وبيسجل باستمرار. وكلنا كنا مبهورين من نظره كولر للاعب عمره في حياته ما لعب في المركز ده من حتى ايام الناشئين. حمدي فتحي كان بيلعب في مركز 6 مع الاهلي، مروان عطيه كان بيلعب في مركز 8 مع الاتحاد، لكن لما مارسيل كولر جه الاهلي قرر يعكس وقرر ان مروان عطيه هو اللي يطلع بالهجمه وهو اللي يبدا بالكوره، عشان الباص عنده عالي جدا وفي نفس الوقت هو كويس جدا في التغطيه الدفاعيه، فقرر يغير مركزه من 8 ل 6، ودي حاجه مش سهله خالص. وحمدي فتحي اللي اصلا معروف انه بيلعب في مركز 6 اصبح بيلعب في مركز 8، ومش بس في مركز 8، لا ده كمان بيقدم دور جديد جدا عليه عمره ما عمله قبل كده، وهو راس الحربه الثاني اثناء لما الكوره تبقى معانا، وبيلعب بالهيد وبيفنش كويس جدا وبيتسبب في اهداف كتير جدا لصالح الاهلي عن طريق التركه دي، وده دور برضه حمدي فتحي عمره ما عمله قبل كده. لو جينا نفتكر برضه صفه الالتزام اللي كانت موجوده في مانويل جوزيه، فلو جينا نبص مثلا على لعيبه الاهلي هنلاقي ان في لعيبه ما خدتش فرص تقريبا، وترتيب اللعيبه نفسها في نفس المركز بيتغير في وجود كولر. فمثلا ايمن اشرف كان رقم 1 في الدفاع، دلوقتي ايمن اشرف هو اخر مدافع موجود في قائمه المدافعين في الاهلي وما بيشاركش ولا دقيقه، وده لان نظره مارسيل كولر ليه انه لاعب مش على نفس قدر الالتزام من باقي اللعيبه. نفس الفكره كريستو لحد دلوقتي رغم موهبته العاليه، وتقريبا هو شبيه جدا بموهبه امير سعيود، وتقريبا نفس الموقف، كريستو بياخد اوقات مع كولر ولكن بشكل اقل، وده لان مارسيل كولر شايف انه لسه ما وصلش لمرحله الالتزام الكافيه اللي تقدر تخليه يبدا بشكل اساسي او ياخد وقت اطول مع الاهلي. اجمالا يعني مارسيل كولر هو من اميز المدربين اللي جم في تاريخ مصر، واكتر مدرب انا بالنسبه لي شايف انه عنده حاجات جديده ما اتعملتش قبل كده في مصر وما اتعملتش في افريقيا. فبالتالي لازم تشكر الاداره اول حاجه انها فكرت في حل زي ده او مدرب زي ده وجابته بالمواصفات دي، وده ما كانش في دماغنا كلنا، وما اعتمدتش بس على الاسامي اللي بتترشح عن طريق وكلاء اللاعبين، وما اعتمدتش على الناس اللي موجوده في الوطن العربي وبالنسبه لنا معروفين. هي دي اوجه التشابه اللي انا شايف ان هي موجوده في صفات مشتركه بين مانويل جوزيه ومارسيل كولر وجوارديولا. عايزك تستنى الحلقه الجايه هنتكلم عن 2 لعيبه بالتحديد مارسيل كولر فرق معاهم فرق السماء والارض.